السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وحضراتكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبدأ الفيديو بتاعنا. النادي الأهلي فاز على ميديام الغاني بنتيجة 1-0 لهدف حسين الشحات. طبعا اللي يفكر في المباراة دي طلعنا منها بدروس مستفادة كتير جدا. وأولها كولر بيدي درس وبيعرف كل الناس وبيعرف إن الكورة 90% منها تكتيك، واللي حصل في الشوط الاول ده يعرفك ويوريك ان النادي الاهلي لعب ماتش تكتيكي من الطراز الاول. لان الاهلي في الشوط الاول جرب كوره، كان بيباصي، طبعا راحت علينا كذا هجمه، وطبعا احنا كنا واقفين واحنا اللي عايزين الفرقه الثانيه تجري واحنا مستنيينهم في الشوط الثاني. ده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل بالظبط. لان احنا ما جريناش، او بمعنى اصح في عرف الكوره ما جريناش الشوط الاول. ليه؟ لان النادي الاهلي عارف بيعمل ايه. مش هقول لك الاهلي بنسبه كبيره كل الشوط الاولاني تكتيك معين او تكتيك معين، لا. انا بكلمك بعض الاوقات احنا كنا عارفين النادي الاهلي بيعمل ايه، بيفكر او كولر بيفكر هيعمل ايه، انه يجري اللعيبه دي في الشوط، وخصوصا ان هناك الاجواء طبعا كلنا عارفينها في افريقيا. الاجواء بتكون صعبه جدا في الاماكن اللي زي دي، والحمد لله. وطبعا النجيله نفسها كانت عاليه جدا وكلنا شفنا الكره بتمشي على النجيله ازاي، والحمد لله فوز مهم جدا. لكن كولر عرف يكسب المباراه بالعقل، بالعقل، بالعقل. وكل اللي بيقول ان الكوره ما فيهاش تكتيك اسمح لي، انت غلطان. مش عايز اقول اي حاجه تانية غير كده، غير انه غلطان. لان امبارح الاهلي طلعنا من المباراه بدروس مستفاده كتير جدا، واولها انك بتلاعب فريق متواضع بعض الشيء، لكن انت عارف بتعمل ايه، مش هتجهد لعيبتك. هم امبارح من كتر الجري اللي جروه شفنا كام لاعب وقع في نهايه المباراه، او بمعنى اصح يعني خلاص على مشارف نهايه المباراه. كان كل اللعيبه او معظم اللعيبه كانت عماله تقع بشد في الخلفيه، وكل جهد عضلي يعني. والحمد لله رب العالمين على الفوز. مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله، حارس منتخب مصر الواعد باذن الله، باذن الله، باذن الله. انا من زمان كنت بقول ان مصطفى شوبير نجم من نجوم حراسه المرمى المصريين. يعني مهم جدا، مهم جدا يكون عندك حارس مرمى صغير في السن وعنده خبرات باللي عند مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله اكتسب خبرات كتير جدا، وبيتحرك تحت الثلاث خشبات بطريقه ممتازه او اكتر من ممتازه، بسم الله ما شاء الله عليه. وربنا يحميه، 5 كرات امبارح اهداف اساسيه شالهم مصطفى شوبير. الفضل كله بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لمصطفى شوبير. الشوط الاولاني 5 اهداف، 5 اهداف في الشوط الاولاني مصطفى شوبير بيتصدى ليهم. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان احنا عندنا حارس زي مصطفى شوبير ينتمي لكيان النادي الاهلي. والحمد لله على الفوز. وباذن الله، باذن الله احنا عايزين نصعد اول، لان وحشنا المركز الاول في دور المجموعات. وطبعا النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالمركز الاول في اي بطوله. طبعا البطوله نفسها طويل واحنا في دور المجموعات، غير الادوار الاقصائيه. لكن انا بتمنى ان النادي الاهلي، بتمنى ان النادي الاهلي يقدم مستويات احسن واحسن في ادوار المجموعات بعد كده، لان الاهلي بيحب المركز الاول ودايما هو الاول في افريقيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.